هذه أهم الفروق يمكن أن نلخصها فيما يلي. فنقول الفرق الأول هو طبيعة العقد، هنا عقد تجاري وهنا عقد تعاوني واشتراك. نعم. الفرق الثاني هو ملكية القسط. في العقد التجاري تنتقل ملكية القسط، في عقد التأمين التعاوني تبقى ملكية القسط للمشتركين، ولكنها تنتقل من كونها ملكية فردية إلى ملكية مشتركة. نعم، أحسنتم. الجانب الثالث وهو التعامل مع الفائض. التعامل مع الفائض في التأمين التجاري يكون ملكا للشركة، وفي التأمين التعاوني يكون ملكا لطالب التأمين. الفرق الرابع هو دور شركة التأمين في التأمين التجاري هي بائع، ولكن دور الشركة أو الوسيط أو المدير الجمعية هو فقط مدير ووكيل عن المشترك. أحسنتم، بارك الله فيك.